بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. ومدينة ديار بكر تبهر العالم. ديار بكر نظمت خلال الساعات الماضية احتفالية ضخمة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، حاجة مبهرة ومفرحة. هذه ديار بكر الإسلامية، هذه ديار بكر المسلمة، هذه ديار بكر. هؤلاء هم أحفاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، هؤلاء أحفاد ألب أرسلان، أحفاد خالد بن الوليد، أول من فتح ديار بكر في التاريخ الإسلامي. الأخبار السعيدة والمفرحة التي تأتينا من ديار بكر، وليس أخبار الشيوعيين اللي قاعدين يقتلوا ويذبحوا ويحرقون في المساجد ويقتلون مشايخ المسلمين الأكراد في كل مكان. الآن لا مكان لهم في ديار بكر، وبإذن الله إن شاء الله الأكراد المسلمون الحقيقيون أحفاد صلاح الدين الأيوبي قادمون إلى البرلمان التركي، والشيوعيين في الخارج أحفاد حزب التشنق الشيوعي الأرميني الذين يسمون ديار بكر التي أخذت اسمها من القبيلة المسلمة ديار بكر التي سكنت فيها، يسمونها الاسم الأرميني آمد، اسمها ديار بكر، وهذا اسم إسلامي. انظروا حضراتكم ليه هذا الحشد الضخم اللي نظم هذه المظاهرة والاحتفالية وقف اسمه محبي الرسول صلى الله عليه وسلم. شارك في هذه الاحتفالية الضخمة عدد من علماء المسلمين وأيضا الشخصيات السياسية، أبرزهم رئيس حزب الهدى الكردي الإسلامي زكريا يبيش أغلو، وحضر معه عدد من قيادات الحزب كما نشاهد. وهنا بعض الشخصيات التي حضرت هذه المناسبة الضخمة كما نشاهد. وهنا حزب الهدى بار أو حزب الهدى الإسلامي يقول حضر رئيس مجلس الإدارة زكريا يبيش أغلو حدث المولد النبوي. وما فيش مولد نبوي الأيام دي، بس ما اعرفش بقى. أنا دخلت على موقع الجمعية اللي نظمت ولكن ما قالوش المولد النبوي. المهم الذي نظمته مؤسسة محب الرسول بالاشتراك مع مسؤولي الشؤون العامة جعفر أمينكي، ليمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن السيد مسعود برزاني. وأيضا حضر العلماء الذين حضروا من خارج البلاد. هنا أيضا صور أخرى، وهنا تصوير من زاوية أخرى للحدث. رفع المحتفلون أعلام الشباب الكردي المسلم الذي قتلته ميليشيات حزب العمال الشيوعي الأرميني الذي يسمي نفسه بالكردستاني. انظروا، قتلوا شباب لمجرد كانوا يوزعون لحوم الأضاحي في عيد الأضحى، يعني يقومون بشعيرة إسلامية. انظروا حضراتكم، قتلوهم ميليشيات حزب العمال الشيوعي اللي هم بيظلموا بعض ولا يتزوجون ولا ينجبون أطفال ويكرهون كل شيء له علاقة بالإسلام، وما يكرهون تركيا إلا أنها بلد مسلم. لا تجد أحد منهم يطلق رصاصة على إيران ولا رصاصة على نظام بشار في سوريا، لأن أطلقوا فين؟ على العراق اللي كانت مسلمين سنة، وعلى تركيا مسلمين سنة فقط. لكن يتحالفوا مع نظام بشار الشيعي ومع في سوريا ونظام إيران الشيعي فقط، يحاربوا مين؟ المسلمين السنة، وعاوزين يعملوا دولة أرمينية. ناس يعني ويقول لك احنا كردية مين؟ هو ماركس كان كردي اللي انتم ماشيين خلفه؟ ماركس كان ماركس ألماني وكان يهودي الديانة، ما علاقته بالأكراد أصلا، لا تكلم لغتهم ولا دينهم ولا أي حاجة. فهنا مسلمين أكراد يعني بيقوموا مثل يعني ما المسيحيين بيروحوا ولا بيعملوا اللي بيعملوه. حد قتلهم؟ أول ما المسلم يجي يمارس دينه يقتلونه، يخطفون بنته، يأخذونها إلى الجبل. انظروا حضراتكم الله يرحمهم. هنا جانب أيضا من الاحتفال، انظروا للحشود الجماهير. هنا انظروا للصور، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده. دول أهلنا الأكراد يعني فعلا. أولئك هن أمهاتنا وبناتنا وإخواتنا حفيدات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. انظروا حضراتكم، حاجة كده مفرحة مشرفة، ناس محترمة بسم الله ما شاء الله.
أيوة، هذا هو الوجه الحقيقي للمسلمين الأكراد يا جماعة. أيوة كده، أحفاد صلاح الدين الأيوبي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح بصراحة، بسم الله ما شاء الله. هنا حضراتكم الإعلان عن الاحتفالية، ولكن في حاجة أغضبتني، وهو اسم المكان، اسمه النيروز، حديقة النيروز. لا، نيروز مين يا عم؟ واحنا في إيران؟ عيد النيروز ده عيد إيراني خاص بالمجوس الفرس اللي كانوا بيعبدوا النار، لكن هذه تركيا، وهذه ديار بكر، وهذه بلاد صلاح الدين الأيوبي وقلب أرسلان وخالد بن الوليد ومحمد الفاتح. فالغزو الإيراني لتركيا خطر، إيران لا تقبل عندها أنها تسمي هذا الكلام، فهذا يجب تغييره فورا، ويجب تسميتها ساحة صلاح الدين الأيوبي، أو الشهيدين اللي هم قتلا وهم يوزعان اللحوم. للأسف الشيوعيين قضيتهم خاسرة، لكن محامين جيدين يسمون كل الأماكن بأسمائهم، الميادين، الساحات إلى آخره. بينما يعني هي في الحكومة التركية غيروا اسم هذا، بلا نيروز بلا، سموها صلاح الدين الأيوبي، سموها باسم الشهداء اللي قتلوا، سموها باسم الأبطال قادة الجيش العثماني المسلمين الذين كانوا يدافعون عن الدولة العثمانية. في أسماء كثيرة جدا، شخصيات مسلمة كردية في التاريخ الإسلامي لعبوا دور كبير جدا في إنقاذ العالم الإسلامي. يجب بلا نيروز بقى، احنا في إيران، هذه ليست إيران. هنا حضراتكم جاء المنصة، هنا رئيس الحزب الهدى الكردي الإسلامي هو يصافح بعض الشخصيات. امنتي قرآن وسنة آوينه وإيرو جبو مولود آوي لذرج بيانه الله تعالى هر وقتي ترجعها هباطيها دوستانيها وين ما خدا به استعيذ بالله واتبعوه لعلكم تهتدون وهنا ملصقات الدعوة للمؤتمر، هنا بعض الشخصيات والعلماء الذين حضروا. هنا حضراتكم بقى الشيوعيين، انظروا، الشيوعيين بيقولوا احنا ملاحدة واحنا بتوع العلم، عاملين بقى احتفال النار وعيد النيروز. تقول لهم عيد النيروز ده بتاع ايه؟ يقول لك اي فولكلور. انظر، قالوا بيطالبوا الحكومة التركية ان هم يعملوا اجازة. اذا كان الحكومة التركية الاول تعمل مولد الرسول الاجازة، تعمل مقتل عثمان بن عفان اجازة، يعني ايران بتطلب من تركيا ان تعمل يوم مقتل الحسين اجازة. طب ما تعملوا يوم مقتل عثمان بن عفان اجازة. يعني ايران داخله اصلا بايه؟ بتركيا وباجازات تركيا. احنا عندنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اهم من سيدنا الحسين رضي الله عنه مليون مرة. عثمان بن عفان هو الذي دفع حياته واستشهد من أجل أن يوصل لنا القرآن الكريم سليما، ورفض كل طلبات التحريف من السبائية وهؤلاء، ورفض طلبات الفرق الباطنية، وقتلوا وعملوا عليه انقلاب عسكري وغير ذلك، لكنه رفض أن يسلم له رضي الله عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان هو الذي فتح، وأول جيوش إسلامية تصل إلى تنقل الإسلام إلى بلاد الأتراك كانت في عهد عثمان بن عفان. قضى على إمبراطورية الفارس عثمان بن عفان، والذي قتل إمبراطور الروم وغرق في البحر سنة 35 هجري في معركة ذات السواري عثمان بن عفان رضي الله عنه. فحبذا لو تركيا تعمل يوم استشهاد عثمان بن عفان تعمله أجازة، وليس الطلب الإيراني بتاع مقتل الحسين. مقتل الحسين المسلمين بيقتلوا المسلمين، هنقعد نحيي الدم اللي بين المسلمين؟ انظروا الشيوعيين حضراتكم، ادي الشيوعيين يا سيدي، الشيوعيين اللي عاوزين يقسموا البلد. شوفوا الأعلام الشيوعية، انظروا، ادي أعلام الشيوعيين، وادي يحتفلوا بالنيروز، وادي علم الشيوعيين. وهؤلاء بيقولوا ايه؟ لا عاوزين زواج ولا عاوزين حمل ولا عاوزين إنجاب. انظروا، ادي احتفالات الشيوعيين في عيد النيروز اللي هو لا علاقة له بتركيا. للأسف إيران بتخترق تركيا على المستوى الديني والثقافي والفكري، خطر. انظروا، ده مشهد
ليس في طهران، ده مشهد في ديار بكر وبيتكرر في اسطنبول. أنا أخشى تركيا قلعة أن تسلم القلعة من الداخل، وكانت الدولة العثمانية ستسقط بهذا. لما السلطان بيزيد الثاني رحمه الله، بيزيد يعني معاوية، أبو يزيد اللي هو سيدنا معاوية. شوفوا السلاطين العثمانيين كانوا فاهمين قيمة سيدنا معاوية إزاي. فكان في بيزيد الأول وبيزيد الثاني، ومؤسس الدولة عثمان على اسم عثمان بن عفان يعني رضي الله عنه. فسلطان بيزيد الثاني للأسف كان مش مدرك الخطر، فراح الجيش بصراحة أنقذ الموقف وخلعه، وجاء بالسلطان ياوز سليم رحمه الله. ياوز سليم يحارب محاربة شديدة جدا داخل تركيا، ويحارب اسمه رحمه الله أمير المؤمنين ياوز سليم. جاء وأنقذ وقال لا للتدخل الإيراني، وهنا الدولة العثمانية، وهنا احنا حملة القرآن، ونحن الذين ندافع عن أهل بيت الرسول وهن زوجاته رضي الله عنهن، ووقف وقفة أسد. فمرة أخرى إذا جرى التهاون مع إيران بتتغلغل داخل تركيا بمسميات ثقافية ودينية، تخيل يا راجل، انتوا عارفين الجيش الإيراني وصل لحد فين؟ إلى إزمير. إلى إزمير. كان في واحد اسمه عبد الشاه يتبع إيران، حتى مسمي نفسه عبد الشاه، مش عبد الله، عبد الشاه. الشاه اسماعيل الصفوي. وصل إلى إزمير وقتل 50,000 تركي في إزمير. كوتاهية، الأنقرة، كل هذا كنسوا تحت مسمى أنا حفيد رسول الله. زهقنا بقى من نصب هذا. كله الإسلام جعل الناس سواسية. سليم الأول أسد. انظروا حضراتكم، هذه أعلام الانفصال ترفع في قلب اسطنبول. انظروا ايه بقى اللي فيه كرد في، يعني الأكراد دول مش مسلمين، يعملوا علم، يعملوا هلال يا أخي. انظروا أعلام الشيوعيين، مركز الشيوعي الألماني ما علاقته بالهوية الكردية. انظروا أعلام الشيوعيين اللي ترفع في قلب اسطنبول. فضيحة يعني. أمريكا ما بتسمح بأعلام الشيوعيين ترفع عندها، يعني قلدوا أمريكا في شرب الخمر وفي السجائر وفي إلا السماح بالشيوعية. شوفوا الصور، حاجات تحزن. انظروا الشيوعيين ونشاطهم، ولما يجي الأكراد يحتفلون باحتفالية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم يجري إطلاق الرصاص عليهم من هؤلاء الشيوعيين. انظروا ماذا يفعلون هؤلاء الشيوعيين. الآن يظهر الوجه الحقيقي للمسلمين الأكراد أحفاد صلاح الدين الأيوبي، وبإذن الله إن شاء الله يدخلون البرلمان، وبإذن الله إن شاء الله يكتبون التاريخ من جديد. هنا دولة بهجان رئيس الحركة القومية التركية، وكان بيتكلم كيف يستخدم عيد النيروز للميليشيات الإرهابية. وأنا أقول له ليتك وليت رئيس حزب الهدى الكردي الإسلامي هذا غيروا اسم ساحة النيروز، سموه ساحة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. نحن أحفاد صلاح الدين الأيوبي. نيروز مين؟ وإحنا يا إيران، يا تركيا في إيران، هي إيران ولا إيه؟ ديار بكر ليست مدينة إيرانية. انظروا الصور، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك في المسلمين الأكراد، وربنا يا رب يرزقنا بصلاح الدين الأيوبي الجديد، ويحكم القاهرة واسطنبول معا بإذن الله إن شاء الله. اللهم آمين. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب كيف ظهر جيل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على تليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.